الإدارية العليا اللي عملته في الانتخابات ولغت 27 دايرة انتخابية، ومن قبلها الهيئة الوطنية للانتخابات لاغية 19 دايرة انتخابية. يعني احنا كده المجموعة 47 دايرة انتخابية ملغيين من أصل 90 دايرة، يعني نص الانتخابات ملغي. على فكرة كل اللي بيحصل ده أنا في رأيي إنه خير، يعني اللي بيحصل في الانتخابات ده خير. عارفين يحصل إيه لو حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان القوائم الانتخابية؟ انتوا عارفين مجلس الشعب ده يتحل قبل ما يبدأ. الإدارية العليا تنتقد الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها طلبت منها محاضر الحصر وهي قدمت لها محاضر الفرز، وده يعني في فرق بين الحصر والفرز. ده يعني إيه؟ ماشي في سكة كويسة إن إحنا الجهات الرقابية بدأت تشتغل وتعمل شغلها، فده أمر عظيم. الهيئة الوطنية للانتخابات بتراقب على المرشحين واللجان الانتخابية. الإدارية العليا لما وصل لها الشكاوي والطعون بتنتقد الهيئة الوطنية للانتخابات. فكل حد بيمارس حقه الرقابي فالدنيا هتتعدل وهتبقى يعني تمام ومظبوطة زي ما نفسنا تكون. فالجاي خير كله إن شاء الله.